بداية حلقة من أهم حلقات الموسم. حلقة النهارده حلقة مهمة جدا، جايب لك فيها التشكيل والتفاصيل وبعض الحاجات اللي عايز أتكلم فيها، بس استأذنك من فضلك بعد إذنك تعمل لايك واشتراك وتفعل زي الجرس وتشير الفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس وحاجة تدعمني بيها. بص يا سيدي، حلقة النهارده من أهم حلقات الموسم. السوبر المصري، عندك ماتش مهم جدا مع أصعب فرق الموسم، مع اصعب فرقه افريقيا حاليا، بيراميدز. ايوه بيراميدز النهارده اللي الناس لحد اللحظه دي فاكراه نادي ضعيف القيود. بيراميدز اللي الناس النهارده بتتكلم على ضغط جمهور نادي الزمالك على لعيبته، والناس برضه ناسيه فكره ان بيراميدز ما عادش الفريق بتاع زمان. بيراميدز اللي شخصيته بقت تعدي، مش عايز اقول لك انديه تقيله لا جماهيريه تقيله. انت النهارده مش بتقابل فريق اللي لسه صاعد وفريق لسه بيبتدي حياته، انت بتتكلم على فريق بطل افريقيا، بطل الثلاث كؤوس او ثلاث قارات او ثلاث حاجات مالناش دعوه بيهم. لكن انت النهارده فريق اتحولت شخصيته 180 درجه. بتكلم غلط ولا بتكلم صح؟ فلما تلاقي ناس على السوشيال ميديا طالعه تتكلم تقول لك اصل جمهور نادي الزمالك يضغط على لعيبه بيراميدز، يضغط على مين؟ يضغط على فريق كسب صن داونز شخصيته بانت في الملعب، تضغط على فريق كسبان الاهلي والاهلي كان عنده جمهور. طب سيبك من كل دول وهنتكلم في مصر. طب لا، فريق كسب الاهلي السعودي في جماهيريه، انا بقول لك لو الزمالك بيلعب فيها لعيبته هتنهز. تضغط على مين؟ النهارده في بيراميدز تحولت شخصيته من نادي كان بيعتبره الجميع هفا الى نادي النهارده ليه شخصيه كبيره جدا. وتعالى نتكلم في حته مهمه جدا. عندهم يوري شيتش المدرب اللي طلعت واتكلمت عليه من زمن الزمن، انك انت عندك مدرب شخصيه قويه، مدرب تكتيكي الى ابعد الحدود، مدرب لو عنده نص امكانيات الاهلي اقسم لك بالله لا ينيم افريقيا من المغرب. وده بان مع فريق ككواليتي لعيبه، الاهلي احسن منه، كقيمه تسويقيه الاهلي احسن منه. بتتكلم عندك لعيبه مين اللي بيلعب قدام؟ سفاح اسمه فيستون مايلي، قطه مع احترام برضه القطه، عندك مهند لاشين، وعيد الكارتي، بلال توريه. طب ما تبص على الاهلي، تريزيجيه، زيزو، قبلها وسام ابو علي، بن شرقي، ككواليتي اسماء احسن. لكن النهارده الشخصيه بتاع بيراميدز غيرت 360 درجه بل 7500 درجه. فتعال نتكلم في ليله مباراه الزمالك وبيراميدز، مباراه اللي كانت بكره الساعه 7:30 في الامارات. وما بحبش الامارات، تقول لي اقول لك والله العظيم انا بحس ان وشها وحش علينا. لكن تعال نتكلم في تشكيل مباراه. انت رايك كزملكاوي اتمنى تحط لي في الكومنتات، تحاورني في التشكيل الامثل للزمالك يلعب بيه قدام بيراميدز. تعال لك التشكيل المتوقع او الاقرب او النهائي اللي مقارب لتشكيلات. لو تسالني عن رايي اقول لك التشكيل اللي انا هقوله اعتقد هو احمد عبد الرؤوف هيلعب بيه. في ختام الماتش اللي فات ما بين الزمالك وما بين طلائع الجيش اللي كسبوا الزمالك 3-1، اتمنى يبدا عبد الرؤوف بنفس التشكيل الختامي اللي بدات بيه المباراه. بمعنى انا لو هلعب صبحي طبعا بنسبه تتخطى 90% انه يشارك، راجل شارك في تدريبات لكن قال لهم انا لسه برضه مش احسن حاجه، مش في الفورمه. فاعتقد التشكيل واقول لك التغييرات اللي ممكن تحصل فيه، فركز معايا وقول لي رايك برضه في التشكيل ده، وعاوزك برضه تقول لي رايك في، تقول لي يعني تكتب لي انت تشكيلك في الكومنتات. بص يا سيدي، المهدي اسلام في حراسه المرمى، قدامه محمد اسماعيل اللي لا غنى عنه بسبب ان محمد اسماعيل ده هو اللي هيخليك السبب الرئيسي في الطلوع بالكوره، من اهم بل اهم لعيب في مصر حاليا بعد محمد المنعم، بيقدر يطلع بالكوره بشكل كويس. فحاجز مكان اساسي محمد اسماعيل ماشي، وعندك عمر جابر في الباك اليمين، يبقى المهدي سليمان، عمر جابر، محمد اسماعيل، والونش على الشمال فتوح. كده احنا خلصنا من خط الدفاع. قدامهم لا غنى عن عبد الله السعيد مركز 8، جنبيه احمد ربيع ديفندر صريح قاطع للكوره. ليه بتكلم على اهميه احمد ربيع؟ لانه راجل بيلعب مركز 6 صريح، وده مركزه وحافظه وعجن. لانك النهارده بيراميدز بيلعب بزياده في نص الملعب، بيلعب بمين؟ مهند لاشين وبلال توريه وعيد الكارتي وقطه اللي بيضم لهم، فبيعمل كثافه عدديه. فلما يعمل كثافه عدديه انت عاوز واحد يقطع الكور منهم. تاني حاجه محمد اسماعيل اتكلمت على اهميته في الملعب بسبب ان الزياده العدديه اللي هيعملها بيراميدز فهتعوز واحد يطلع بالكوره، بلس ان محمد اسماعيل بيقدر يطلع كور طوليه بشكل مميز قوي. فلو حصلت دربكه ونص ملعب اتاخد منك فيبقى عندك لاعب يقدر يلعب لك كور طوليه قدام وهو محمد اسماعيل. يبقى
خلصنا من مركز 6 احمد ربيع، مركز 8 هو عبد الله سيد، قدامهم الماهر ناصر ماهر. واتمنى ما تكونش دي المباراه بتاعت المستوى الزباله. اتكلمت قبل كده عن موهبه هتضل طريقها وهو ناصر ماهر، واتكلمت عن اهميه ناصر، واتكلمت الناصر النهارده وهتكلم تاني اهو. ناصر ماهر جاي بتاعت تجوان في اخر 3 ماتشات، هو اول مباراه في المباراتين. ناصر ماهر مستواه اخر ماتشين يبشرك بناصر ماهر العقليه تبدا تختلف. هتضل الطريقه، هتروح في طريق النسيان زي صالح جمعه. دي رساله لناصر ماهر. فدلوقتي يا ناصر انت هتبقى حلقه الوصل ما بين نص الملعب وما بين خط الهجوم، وانت النهارده نجم الزمالك في اخر مباراتين. نتمنى الاستواء على كده. مركزك وحافظه وبتطلع منه لما بتبقى رايق وفايق، بتطلع زغاليل وبتطلع سيمفونيات. تمام؟ يبقى المعضله الكبيره خط الهجوم هتلعب بمين؟ بعد غياب اخوان الفينا بالزجا، الراجل بنسبه 100% مش هيلعب ماتش بيراميدز، خلينا متفقين. هو انت هتحاول تجهزه للماتش النهائي ده لو ربنا اراد وصعدنا بكره للنهائي. ولو انا بقولها لك لو في مجازفه على اخوان 2000 انه يلعب النهائي ده لو ربنا كرمنا وعدينا الوحش بكره بيراميدز، انا بقول لك لا، بس خلينا ما نسبقش خطوه قبل خطوه. لكن بقى المشكله دي كلها قدام يلعب بمين؟ تسالني انا بقى ابدل الدنيا ليه؟ يعني ايه اقول ابدل الدنيا؟ بص يا سيدي، شيكو بنزا لما ينزل ماتش طلائع الجيش في ناحيه اليمين مكان اخوان 2000 باين الدنيا شويه، الدنيا بانت شويه. فبالنسبه لي العب باخوان 2000 والعب الناحيه الثانيه ببنتايك، وقدامهم عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك الاول. ممكن لما تسمع انت عدي الدباغ مهاجم مركز الزمالك الاول تقلب الفيديو. بص يا سيدي خلينا نتكلم براها. انت النهارده جماهير الاهلي بتعيط لحد اللحظه ديت قبل وسام علي على وليد ازارو. ليه؟ انت النهارده عندك لعيب نتكلم بوجه الله اهو بيضيع كتير، حلو، ودي مشكله صعبه في المهاجم، لان المهاجم مهمته زي ما كده كده وهو الفينش، ان انا اجيب حاجه نص فرصه جوه. حلو. طب انا عندي مهاجم بيقدر يستخلص كوره كويس، بينزل يساعدك في بناء الهجمه، سريع، بيخطف الدفاعات. هيجي يقول لي يا عم اونز ده بيعمل كل ده ويضيعها. طب انت دلوقتي لما تجيب مهاجم واقف لك قدام زي سيف الدين الجزيري ما بيعملش حاجه، هيطلع واحد برضه يقول لك دي ماتشات سيف الدين الجزيري. اللي قال لك كده سوحك، والله سوحك. مش ماتشات سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بعد المعدل البدني منخفض، سيف الدين الجزيري بقائه في نادي الزمالك والله مش عايز لك وصمه عار، بس خلينا نركن دي في جنب شويه. يعني عندنا مباراه مش عايزين ننتقد قوي بشكل لاذع، عندنا مباراه بطوله. فشيكو بنزا يبقى واقعه كويسه في ناحيه اليمين وقدامك عدي الدباغ. انا بقول لك رقم واحد، ممكن في اختلافات هقول لك في نهايه الفيديو، وبنتايج او فتوح في تدبير المراكز. ليه؟ بتكلم على اهميه وجود فتوح وبنتايج، لان انت النهارده هتقابل جبهه يمين لبيراميدز، مش عايز اقول لك من اهم مفاتيح اللعب بيراميدز بل اهمها. ليه؟ عندك مفتاح مهم زي الشيبي، لعيب لا خلاف عليه، ولاعيب جامد ولاعيب سوبر ستار ويصنع لك الفارق، بيشوط كويس، بيرفع كويس، لعيب بيعدي، عنده مهارات، راجل سوبر ستار لا خلاف عليه. وقطه اللي بيقدم مستويات كويسه دفاعيا وهجوميه، لعيب بيتطور يوم عن التاني. فبقى انا ماسك الجبهه دفاعيا وهجوميا بفتوح وبنتايج، قافلها ضبه ومفتاح. فتوح سواء لعب باك او لعب وينج هيضيف لك، ويا سلام لو تسمع رايي وتبادلات المراكز ما بين المباراه، ده هيفيد نادي الزمالك جدا. قدامهم عدي الدباغ واتفقنا على الطرد. طب ايه يا اونز الاختلافات اللي ممكن تحصل؟ عبد الرؤوف ممكن، واقول لك بقى دي حته اقول اللي واللي عليا. حسام عبد المجيد بقاله فتره مش مركز، مش احسن حاجه، مش جيد بالطلوع بالكوره، لكن كل المباريات او كل الماتشات اللي بتحتاج فيها حسام عبد المجيد يوقف لك لعيب سوبر بيوقفك. طب انت بتتكلم على ايه يا اونز؟ بتكلم على فيستون مايلي. فيستون مايلي المهاجم السفاح، المهاجم اللي كنت بتمناه، ولو والله فيديوهات بتطلع، لو كنت بقول لك هو بيلعب في يانج افريكانز والزمالك هتحطوا عليه، اطلعوا خلصوا اللاعب ده باي طريقه. بتبان يالا، اصل هي بتبان، هي بتبان. يبقى اول مركز حسام عبد المجيد مكان محمود حمدي الونش، ودي هتبان من شخصيه عبد الرؤوف هو محتاجه في ايه، او من طريقه تفكيره هو محتاج ايه. التغيير الثاني وهو زي ما قلت لك هيبقى عدي الدباغ مكانه سيف الدين الجزيري، لو هو اختار الدافع سيف الدين الجزيري، وانا ما بحبسش الاختيار ده. ثالث حاجه محمد شحاته واحمد ربيع.
هتقول لي يا اونز طب ما شحاته لعيب كويس، بس اقول لك شحاته مش مركز 6 صريح، بيعرف يلعب الاثنين لكن مركزه الاساسي 8، وشحاته لسه راجع من الاصابه. ففكره المغامره باداء شحاته ممكن باول 5 دقايق يحصل لا قدر الله اصابه وتبقى خسرت التغيير. وفي الناحيه الثانيه انت عندك لعيب ديفندر صريح زي احمد ربيع. في الاخر ممكن، وده هم 4 تغييرات زي ما كنت عليهم، هو حسام عبد المجيد مكان الونش، سيف الدين الجزيري مكان عدي الدباغ، محمد شحاته مكان احمد ربيع. والتغيير ممكن، وده ترجع لتفكير احمد عبد الرؤوف، بس غالبا انا بالنسبه لي هيلعب بمال سليمان، انه ممكن يلعب بعواد مكان المال سليمان. ده التشكيل الاقرب بنسبه تخطى 90%، الا لو عبد الرؤوف زي ما قلت لك ليه تغيرات في تشكيله كده فيها. ده بص يا سيدي بقى، بيراميدز فريق زي ما قلت لك تقيل، واتكلمت عليه في الفيديو كويس، وخاف منه، وفرقه تحترم ثم تحترم ثم تحترم. دلوقتي بيراميدز بيعمل لك كثافه في نص الملعب عن طريق عتاوله، مهند لاشين وبلال توريه، واحد من اهم اللعيبه لا خلاف عليه مركز زي ناصر ماهر، وهو وائل الكارتي المغربي، قدامه مسفاح دباح فيستون مايلي. فانا خايف بصراحه ما اكذبش عليك، لكن هرجع اقولها لك ورساله. ولا النهارده لما كنت بتفرج على تصريحات احمد عبد الرؤوف اتكلم فكره انت خايف من بيراميدز، الراجل مش خايف وثقته باينه قوي. وخلي بالك هو احمد عبد الرؤوف يعني اقولها ازاي، بيقدر يتعامل كويس مع اللعيبه. شوفوا النهارده في الصور واخد ناصر ماهر في جلسه وبيتكلم فيها عن اهميه دور ناصر ماهر، وبيتكلم في حاجات تكتيكيه طبعا احنا ما سمعناش هم بيقولوا ايه، لكن فكره انه شايف ان ناصر ماهر لعيب سوبر ويجي منه حاجات كتير، فدي حاجه تحسب لعبد الرؤوف. وفي ماتش طلائع الجيش لما شاف حسام عبد المجيد عمال يلخبط ما خافش وخد القرار اطلع ونزل الونش. تمام؟ ثقته بنفسه عجباني، والثقه دي هيقدر يوصلها للاعيبته، ودي حاجه مفرحاني. ما بخشش مدرب خايف، ما بحبش مدرب خايف من الفريق اللي قدامه، يحذر لكن ما تخافش. واقولها لك وجمله كانت دايما تقولها لي وكانت نصيحه بحب اسمعها من ناس كتير، وهي الاحلام مش بفلوس، الاحلام للجميع. يعني ايه؟ اديك مثال بسيط. وإيدي الكراكي المدرب المغربي اللي مسك الوداد المغربي، وكانت نتائجه في الاول سيئه، وكانت الجماهير بتطالب برحيله و وسبحان الله يكسب دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله بمجهوده وبتعب وعرق يروح المنتخب المغربي ويخش رابع العالم، رابع كاس العالم، مش الانديه، منتخبات. وإيدي الكراكي اللي خلى للمغرب اسم وصيت. تمام؟ ده برضه جه في ظروف صعبه واصبح مدرب عظيم، عمل انجاز لو قعدنا اعتقد عشرات ال15 مليون سنه الانجاز ده هيبقى صعب تحقيقه او كسره، ان انا اجيب زيه او اكسره. فلا ثق في مدربك ودعمه لحد على الاقل ساعه صفاره الحكم. ما تكسرش معنويات الناس، وما تكسرش معنويات مدربك ولا فرقتك. طلعت اتكلمت امبارح واتكلمت على فكره مستحقات، وقلت لك ما تقلقش كل ده هرتك عشان خاطر يشتتك عن السوبر، وقلت لك مجلس الاداره عامل حسابه. والنهارده اخبار رسميه بتؤكد ان عضو مجلس الاداره هاني بيرزي تكفل بمساعدين جوزيه جوميز ومدربيه، او جوزيه جوميز ومساعديه، وهيخلص موضوع القيد، الموضوع انتهى. قلت لك اسكت. الاهلي نفسه معلومه مؤكده كان عنده لاعب في الطايره ولاعب في الدوري الصهيوني. يا ركز، ما تخليش حد يلعب بيك، ما تخليش حد يلعب بيك، ريح دماغك. احنا بنتكلم في هقص على الفاضي. قلت لك المدرب ده بتاع حراس المرمى كان موجود في مصر في فاركو ومحدش يتكلم. لكن بقى انا عاوز اوجه رساله لعيبه نادي الزمالك، انت ما انتش داخل بكره مع سماها ازاي تتمرقع، ما انتش داخل بكره تتمرقع. فلوسك واخدها، مدير الفني مدرس العاب مشي. خلي بالك ماتش بيراميدز ده اصعب ماتش. الماتشين اللي جايين بالنسبه لي اعتقد سهلين. اتكلمت عن ان احنا كعبنا يعتبر عالي على السيراميكا، والاهلي ما كانش خصم قوي ليك لولا مدرس الالعاب الحمار اللي مشي هو اللي بوظ لك الدنيا. انت كنت احسن من الاهلي في اول ربع ساعه تلت ساعه، لولا خوفه ودفاعه بعد جبنا جول الموضوع انتهى. العب لنفسك، العب للنادي، العب للشر، العب لعيالك، العب عشان تفرح الجماهير، العب عشان تقول لهم انا واستاهل، العب لان في حاجات في لعيبه منكم احسن من لعيبه بتاخد مليارات، العب عشان تروح منتخب بلدك، العب عشان الشعار اللي انت لابسه ده. ما تخليش ناس كلامها يحطمك. كان دايما يقول لك الاهلي بيركب ما بينزلش، يا دي انسى يالا.
الاهلي في وضع وهم عارفين ان اوضه اللبس فيها مشاكل. ده انت بكل الخوازيق اللي بتحصل لك، ده كل المشاكل وغلط القيد وي وي وي، فاكر بينك وما بين الاهلي نقطه. العب برجوله. قلت لك قبل كده انا عاوز فوعليه في الملعب مع احترامي، فوعليه اللي هي بتكسر الجدران في دقيقه. عاوز رجاله من حديد، عاوز رجاله. انا ما يهمنيش زي ما قلت لك قبل كده ان انا اخسر، انا كأنزي يهمني ان انا اشوفك بتسعى وبتحاول. هتيجي بعد كده تقول اصل انا ما باخدش فلوس هتنضرب بالجزمه. انا ما شفتش منك فعل عشان ابقى معاك في الفعل. لما تاخد بطوله وتلعب بداء رجولي وتقول ما تاخدش مستحقاتك، هتلاقي الجمهور نازل كله بيقف في ظهرك. انت بتاخد ملايين واحنا بناخد ملاليم، وبنشجعك انت اللي تاخد ملايين عشان تكسب الناس معاها ملايين، واحنا بناخد ملاليم. انا مش عايز منك حاجه، انا عاوز النادي ده يكون في حته ثانيه اللي انا بشجعه وبحبه. نتمنى ان احنا نشوف رجاله يتقال عليها راجل بيعرق عشان خاطر الفلوس اللي خدها. انا عاوز رجاله في الملعب قبل ما اكون لعيبه. الموضوع كله بكره حياه او موت. يا انزل مكبر الدنيا مش مكبر، انت عندك بطوله ترجعك. بيراميدز خسر الدوري وكانت كفيله بيسموها القشه التي كسرت ظهر البعير، خد افريقيا وكسب الانتر كونتيننتال وكسب بطوله الثلاث بلاد ولا ثلاث قارات، اسيا وافريقيا والمحيط الهادي ولا المحيط الهندي ولا الاطلسي ولا حتى. راح كسب الاهلي السعودي في قلب السودان في جمهور خرافي. خلينا نتكلم موجود لو عايز رجاله في الملعب. في النهايه اتمنى التوفيق واتمنى جميع نادي الزمالك تبقى خير سند. انا عارف ان انتوا برضه مش هيبقى فيه تخوف للبيراميدز، بس انا عاوز لعيبه تفوق، لقيت اللعيبه المرججه صحيهم، لقيتهم مقصرين مش عايز اقول لك شوط فيهم. في النهايه انا اتكلمت عن تشكيل المحبذ ليا وتشكيل متوقع، اتكلمت عن رايي، اتكلمت عن بعض الحاجات. لو الحاجات دي شايفني صح فيها ادعمني بلاك واشترك فعل زي الجرس. شايفني برضه مش كويس وكلامي زعلك، رايك فوق دماغي ويحترم، واكتب لك في الكومنتات. وان شاء الله اشوف حلقه جديده بعد التقاول باذن الله، واتمنى ده، واشوف حلقه جديده بكره. والسلام.